بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم ندى من قناة توتا هاند ميد. ان شاء الله هننفذ مع بعض الاسورة اللي شفناها في اول الفيديو دي. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. دي كده بعض دلايات المعدن والخرز ده اللي انا هستخدمه، ده خرز مرمر واستك بتاعي مقاس 1. نبتدي كده ونقول بسم الله. انا هبتدي هنا الضم الخرز بتاعي، هلضم 4 خرزات مرمر من اللون اللي هو المستردة ده، وهحط فاصل كده معدني، وبعدين هحط 4 خرزات من اللون الاخضر ده. الالوان يا بنات على الطبيعة اجمل بكتير. وهبتدي ان انا احط الفاصل ده ماسورة كده عليها حفر ليزر، بتتباع بالوحدة، كنت جايبة الوحدة ب1 جنيه. وهبتدي احط الاخضر، يعني الاسورة هتبقى نص ونص، نص اخضر ونص اصفر زي ما احنا شايفين كده قدامنا. 4 خرزات من المرمر الاخضر، وبعد كده 4 فاصل الاول، وبعد كده 4 من المرمر المستردة. ودي دلاية كده او فاصل في مكان للدلاية، هبتدي ان انا احطه كده، ده يبقى ترتيب الخرز في الاسورة. وهبتدي ان انا اربط الاستك بتاعي. طبعا بلين الاستك الاول، بفضل اشد فيه كده كذا مرة عشان يلين معايا والربطة ما تفكش مني. بربطهم هما الاتنين مع بعض، دي افضل طريقة للربط. بربطهم هما الاتنين مع بعض واكد على الربطة كويس، وبعد كده بربط كل طرف الربطة العادية اللي كلنا عارفينها. انا هنا لفتها مرتين وشدتها، شايفين مهما اشد في الاستك عمره ما يفك ابدا معايا. هقص الزيادة وهدخل الربطة طبعا في الحلقة اللي جنبيها. بقى ده الشكل النهائي للإسورة. اختار الدلاية هنا، اختار دلاية دي على شكل حدوة حصان، شكلها جميل قوي، حسيت انها هتبقى مناسبة. وده الزرد بتاعي، فتحت كده زردة وهبتدي اركب الدلاية وهشبكها في الإسورة. نقفل الزردة تاني. وجات لي فكرة كده، الحضوة دي في اخرها، في اخر كل جنب منها كده فتحتين، فهبتدي ان انا بما ان الاسورة فيها لونين، هبتدي ان انا اركب خرزة من كل لون في نهايتها. هقص الاول جزء من المسمار علشان خاطر يبقى على قد الحلقة بتاعتي بس، وقفلت كده الحلقة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهبتدي اعمل اللون التاني، اقص برضو الزيادة من المسمار، وابتدي الف كده بالبنسة بتاعة البرم بتاعتي. وهبتدي ان انا اجيب زرارتين، وهنا الزرارتين كانوا شابكين في بعض، واركب كل واحدة او كل لون يعني في الفتحة المناسبة بتاعته بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وده كده الشكل النهائي للإسورة الأولى. يا رب تكون شكلها حلو وعجباكم. الألوان على الطبيعة بجد أحلى بكتير. هنا أنا هبتدي هعمل الإسورة التانية، بدل بقى 4 خرزات و4 خرزات أنا هشتغل 2 2 زي ما احنا شايفين كده. وهحط فاصل وخرزتين برضو، نحاول نستبعد لو في اي خرزة فيها مشكلة او عيب صناعة او كده. بالشكل ده كده انا قفلت الفيديو وعملت الاسورة. ده الشكل التاني بتاع الاسورة التانية. يا رب الفيديو يكون خفيف وعجبكم. ده الشكل النهائي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. مع السلامة.